ايوا شوفوا لي هاد الخبيزات او حريشات اللي يمكننا نغمسوا بهم حتى مريقه، بحال هاد الخبيزات هكايا، وهما او ميم طون حريشات يمكن لكم تاكلوهم بوحدهم لذاذ فنين. هادو صوبتهم حتى هما بالشعير البلدي اللي حرش شويه مع شويه ديال البسيليوم، ملحه، الزعتر، يعني مفعود السكر، كنديروا العسل، بيكربونات دو الصود وشويه السمن وزيت بلديه كيف قلت لكم، وتنبسبسوا كلشي بحال الحرشه، وكنخلطوه بالماء حتى كيولي رطب. كنخلطوه غير هكايا بيدينا كيولي رطب، كنخليوه يرتاح شويه، ضروري نخليوه يرتاح حيت كيتنفخ يجمع راسو شويه كيتقصح، وكنعاوتاني نزيدوه شويه ديال الماء باش كنخفوه واحد شويه، ونكورو كويرات ونديروه في الفرن كيجي غزال. خليكم معايا باش تشوفوا تطبيق الوصفه، وما تنساوش تفعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد. بارطاجيو هاد الوصفه باش تعمل فائده. خليكم معايا نبداو على بركه الله. السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. هذا فيديو جديد ديال حريشات او خبيزات كيف ما بغيتوا تستعملوهم، كتستعملوهم فطور، غدا، كاسكروت، حتى العشاء، ما كاين حتى شي مشكل، تاكلوهم كيف ما بغيتوا حيت هما غير ديال الشعير. كناخذوا الشعير الحرش، ماشي الدقيق المسحوق، الشعير حرش مع البسيليوم مع الزعتر وزيت بلديه والعسل والملحه بيكربونات دو صود مع شويه الخل، وكنخلطوا الكل، كنبسبسوه بحال شكل الحرشه حتى كيصبح بهذا القوام. من بعد كنبداو نديروا الماء ونجمعوه، كنجمعوه الجمعه الاولى وكنخليوه يعني يرتاح حتى كيقصح. من فيها بس الا زدنا عليه بذرات او حبوب كيف ما بغينا حنا شويه، كنخليه يرتاح شويه، كنعاود تاني نزيد عليه الماء وكنكورو في الشعير، نعملو في الطاوه، نقدر نزوقو كيف ما بغيت، ونوضعو في الفرن لمده يعني 20 دقيقه او 25 على حسب الفران ديالكم، 180 درجه او 190، ونخليه يطيب على خاطرو. شوف على حريشات او خبيزات كيف تيجيو هشاش رطب، نتمنوا تاكلوهم غير بوحدهم هكذا. كنتمنى ان شاء الله تعجبكم الوصفه وديروا بحالها، غير جربوها وغادي تعتمدوها. ما تنساوش تشجيعاتكم، لايك، بارطاج، كومونتير، باش نقدر نحط لكم انواع كثيره من هاد الخبيزات الصحيه. الى اللقاء.